هقولك النهاردة على مشروع العمر. ميزته إنه مش هيغرمك ولا إيجار ولا كهرباء ولا عمالة كمان، وفوق ده كله هيكسبك 15,000 جنيه كل شهر لو بدأته ب50,000 جنيه. إيه تفاصيل المشروع وإزاي تكسب كل المبلغ ده من وراه، وإيه الشرط اللي لازم تنفذه علشان ما تخسرش؟ كل ده وأكتر هتعرفوه، بس تابعوني لآخر الفيديو. ناس كتير فاكرة إن علشان يفتحوا مشروع لازم يكون معاهم رأس مال كبير، علشان كده ممكن يأجلوا فكرة المشروع أو يصرفوا نظر عنه. لكن اللي ما يعرفوش بقى إنهم ممكن يعملوا مشروع بأقل وأبسط الإمكانيات. أيوة، ممكن تعمل مشروع بأبسط الإمكانيات وتكسب من وراه مكاسب خيالية، زي مشروع المنحل اللي ممكن تعمله فوق سطح بيتكم. لكن إيه تفاصيل المشروع ده؟ السيد خضر الخبير الاقتصادي قال إن مشروع المنحل يعتبر من أهم المشروعات في الوقت الحالي، وبيناسب جميع الفئات، لأنك ممكن تبدأه بمبلغ مالي صغير حتى لو كان 10,000 جنيه، علشان كده يعتبر مناسب للأسر المتوسطة. وقال مش لازم نعمل المشروع بمبالغ كبيرة، ممكن نبدأ بمبلغ بسيط ونكسب برضه. بس المنحل مشروع موسمي بيتوقف إنتاجه على مواسم تغذية عسل النحل، وعلى فكرة أفضل نوع عسل هو اللي بيتغذى على الزهور أو البرسيم، وده بيكون في فصل الربيع أو الصيف، لأن جودته أصلية بنسبة عالية جدا وطبيعي بنسبة 100%. لكن إزاي تعمل المشروع بأبسط الإمكانيات؟ الخضر قال هنا إنك ممكن تعمل مشروع المنحل من خلال عمل وحدات فيها خلايا لتغذية النحل لحد ما يتكاثر بنسبة كبيرة من غير أي عوامل بشرية، وكل ده ممكن تعمله على سطح بيتك، وكمان مش هيحتاج لعمالة، وده يخليه مشروع مربح للشباب، خصوصا إنه مش محتاج لا إيجار ولا كهرباء. نيجي بقى لأهم نقطة، وهي الأرباح اللي ممكن توصل ل 100,000 جنيه وأكتر كمان، وده لأن سعر الكيلو بيبدأ من 125 جنيه ل 150 جنيه، أما سعر الكيلو من غذاء ملكات النحل فممكن يزيد عن ال 500 جنيه. علشان كده ممكن يحسن دخلك وتاخد منه أرباح في أسرع وقت، خصوصا لو بدأت المشروع ب50,000 جنيه، فأرباحك هنا هتوصل ل 15,000 جنيه في الشهر. الخضر كمان قال إن المشروع ميزته إن الإنتاج والأرباح بيتضاعف في وقت قصير جدا، ممكن يعدي ال 100,000 جنيه ربح صافي بعد 6 شهور. ولو مالكش في النحل بقى، فأنت ممكن تستغل سطح بيتك وتعمل عليه مشروع تربية البط، وده يعتبر من أسهل المشاريع اللي ممكن تعملها. بس علشان المشروع ينجح لازم تنفذ بعض الشروط، زي إنك تربيه في درجة حرارة البيت، وعلى فكرة مش مستحب إنك تربيه على أسطح البيوت الحر علشان ما يتصابش بضربة شمس، وكده أنسب ميعاد لبدء المشروع هو فصل الشتاء. ولازم ياكل علف بالقدر المسموح بيه يوميا، لأن معدة البط بطيئة الهضم، وما تأكلهوش لا العيش ولا الدقيق، وتشربه مية نظيفة. ميزة المشروع ده إنه مش هيكلفك كتير، بس هيكسبك أرباح ما تتخيلهاش، بتوصل ل 30 و50 ألف جنيه في الشهر، يعني في السنة 600,000 جنيه. ودلوقتي قول لنا إيه رأيك في مشروع المنحل؟